رجل شغوف لا يتأثر بكلام إعلام ولا بأصوات من هنا وهناك، كل همه العمل والمثابرة من دون إعطاء أهمية للمكان الذي به يتواجد، فقط هو يحطم أرقاما وينهش في صعوبتها نهشا من دون مثيل. سوبر هاتريك مع النصر في مباراة كان فيها رونالدو اللاعب الأول في المباراة. رأيت طريقة فرحه فظننت أنه فتى يصارع البدايات من أجل الظهور، ثم صحصحت لنفسي لأدرك أن الرجل يقارب 40 من عمره يسجل ويتفاعل بهكذا طريقة وكأنه لم يسجل من قبل أصلا. كرة القدم لها دين لن تدفعه للدون ما بقيت موجودة على الأرض، ومطالبة هي بأن تلتزم الصمت حيال كل شيء يخص الرجل، فإن لم تستطيع أن تسعده بآخر لحظات مسيرته فعلى الأقل هي مطالبة بأن تكف عن إزعاجه وعن جعله يعيش الخيبات، لأنه عندما احتاجت رجلا يغير من روتين اللعبة كان رونالدو السباق، وأعطاها أشياء لم تكن لتتوقعها بالمطلق.